ولكن يعني حتى ونقارن الأجيال، أنا دائما نقول لك لكل عصر نجومه، وصراع الأجيال هذا انتهى. هذا أمور تاريخية تبقى في خزائن للكرة الجزائرية وفي الفيدرالية وفي أشياء من هذا القبيل. ولكن في 2016 عصر السرعة، هذا الفكر السريع، الجيل تعذر الجيل آخر، يعني سواء في المناصر أو في اللعب. من خلال هذا التصريح يطفو مرة أخرى سرار صراع الأجيال وصراع المقارنات والمقاربات التي في كل مرة نريد أن نتهرب منها. أنا نقول لك هذه للمرة الألف، يعني أنا في كل مرة اللي نتكلم على شرعية تاريخية ما عدا الثورة التحريرية. La légitimité historique dans le sport, ça n'existe pas, il y a l'histoire. كل مدرب كل لاعب عنده تاريخه. أما باش هذيك الوقت اللي كنت فيه بطل أو لاعب ممتاز، كثير من اللاعبين انتهى الأمر. عندك مرحلة مريت بها ولقد قالوها في الوقت هذاك، كنا نلعبوا، يصفقوا علينا الناس، يغضبوا علينا لما نديرش، ولكن انتهى. هذا جيل آخر، فكر آخر، ومحطات أخرى تنتظر الفريق. أنا قلت لك قبيل في البداية، كنا لن نتأهل حتى للكؤوس الإفريقية لو ما أنعمش علينا ربي بهذو أبناء الجزائر، هاد لي جان اللي خارجين يقولون فوزات دي زالجيريا، نجيو احنا نقولوا لهم مغتربين، ولقاو رواحهم في صراع في ديدونتيتي. شكون احنا؟ من نحن؟ هل نحن أبناء الجزائر وتحتضننا الجزائر وأبناء الجزائر ككل، ونجيو ونمدوا كل معنا. ولكن لما تصبح الأشياء يعني تخرج من النطاق الرياضي، يصبح يعني أشياء الناس تصفي حساباتها، كل واحد يصفي حسابه بطريقة خاصة به. ولكن الشيء الأكيد والمؤكد علينا أن نلتف وراء هذا الفريق، لأن الحظوظ ما زالت قائمة إلى آخر مشوار. إذا الفريق ما مرش الكأس العالم ليس بنهاية العالم، علينا بالتحضير ونعاودوا إلى في كونتيني، وما فتناش من 86 حتى 2006. طبعا حكم سرار 2010